عايزك كل مرة وانت بتشرب شاي فتلة تفتكر المعلومة دي وتحكيها لكل اللي قاعدين معاك. سنة 1908 واحد من أكبر تجار الشاي في مدينة نيويورك الأمريكية اسمه توماس كان عايز يبعت عينات من الشاي للناس الموزعين يجربوها قبل ما يشربها، فحط عينات الشاي في أكياس حريرية صغيرة من باب التجديد على أساس إن هم ياخدوا العينات دي من داخل الكيس ويجربوها، ولكن هم ما فهموش وافتكروا إن الأكياس الحرير دي بتعمل عمل مصفى الشاي، فراحوا حاطينها زي ما هي وصبوا عليها المية السخنة، والعجيب إن الطعم والنكهة كانت أفضل، وبعتوا له بعدها إن فكرة أكياس الحرير دي كانت فكرة حلوة جدا وإن نكهة الشاي دي كانت أوضح وأقوى، ومن هنا جت الفكرة لعم توماس اللي بدأ اختراعه اللي هيلف العالم كله، ومن هنا جت فكرة تصنيع الشاي وبيعه داخل أكياس الحرير واللي احنا عارفينه دلوقتي بالشاي الفتلة. وبالمناسبة في البداية كان الشاي بيتحط جوه أكياس حرير بس، ده كان مكلف وزود سعر الشاي جدا وما كانش بيشتريه غير نخبة المجتمع، وبعدين تطور لأنهم يستبدلوه بالشاش، ومع مرور الوقت أصبح كيس الشاي ورقي وهو اللي بيستخدم حتى الآن. وعلى فكرة الشاي تم اكتشافه أصلا بالصدفة في الصين سنة 2737 قبل الميلاد، واللي حصل إن أحد المزارعين كان بيغلي المية ووقعت في المية ورقة شاي، ولما داق الخليط عجبه جدا وانتشر في بقية الصين وبعد كده كل العالم. قول لي بقى تحب تشرب إيه؟